نشرة إخبارية من دجلة، أهلا بكم. ونبدأ بآخر التطورات الميدانية من دجلة، حيث قتل 5 أشخاص وأصيب أكثر من 40 آخرين بانفجار سيارة مفخخة مساء اليوم قرب حسينية البشجاع في الكرادة داخل وسط بغداد. وقال مصدر أمني إن الانفجار أدى كذلك إلى إلحاق أضرار مادية بعدد من السيارات المدنية والمباني القريبة. وفي بعقوبة قتل شخصان وأصيب 8 آخرون بانفجار سيارة مفخخة في سوق شعبي بمنطقة حمرين شمالي شرقي المدينة. وننتقل إلى آخر تطورات المشهد السياسي، حيث أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استبعاد 4 نواب من خوض الانتخابات المقبلة. مصدر في المفوضية أكد لدجلة أن كلا من النواب صباح الساعدي وعلي نصيف وسامي العسكري بالإضافة إلى عمار الشبلي استبعدوا من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة. من جهة ثانية، أعلنت هيئة المساءلة والعدالة قبول طعن مرشح واحد ممن قدموا طعونا ضد استبعادهم من المشاركة بالانتخابات البرلمانية المقبلة. وأعلنت الهيئة قبول طعن المرشح لطيف صباح جودة، بينما تم رفض جميع الطعون المقدمة للهيئة والتي اختصت بالنظر فيها هيئة القضائية. وكان عدد الذين تقدموا بالطعون ضد استبعادهم من المشاركة بالانتخابات 43 مرشحا. بحث رئيس الوزراء نوري المالكي مع رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري آخر المستجدات على الساحة المحلية، وفي مقدمتها الملف الأمني. بيان لمكتب رئيس التحالف أكد أن المالكي والجعفري ناقشا خلال اللقاء الوضع الأمني في عموم العراق وأهمية تقوية ودعم وإسناد القوات المسلحة لأداء مهمتها وإرساء القواعد الأمن ودفع مخاطر الهجمات الإرهابية وتهيئة كافة الأجواء الإيجابية لإنجاز الموسم الانتخابي بموعده المحدد. يقوم وزير الخارجية هوشيار زيباري خلال الساعات القادمة بزيارة رسمية إلى إيران، كانت قد أجلت قبل أسبوعين لأسباب إدارية وداخلية. ويبحث زيباري مع المسؤولين الإيرانيين في طهران العلاقات الثنائية وملفات الإقليمية، فضلا عن القضايا المتعلقة بالحدود المشتركة ولا سيما الحدود البحرية والنهرية بين البلدين ومنها شط العرب. وكان زيباري قد وصف هذه الزيارة بأنها ستكون خطوة مهمة في طريق تعزيز العلاقات بين البلدين. من جهة أخرى، دعت الولايات المتحدة العراق إلى توضيح معلومات صحفية تحدثت عن توقيعه عقدا لشراء أسلحة وذخائر من طهران بقيمة 195 مليون دولار، الأمر الذي يشكل إذا صح انتهاكا للحظر الدولي على إيران. المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جينيفر بساكي قالت إن واشنطن تسعى إلى الحصول على معلومات إضافية من الحكومة العراقية حول هذه المسألة، وهي قلقة بشكل كبير من تلك الأنباء، مشيرة إلى أن أي نقل لأسلحة من إيران نحو بلد آخر هو انتهاك مباشر لقرارات مجلس الأمن الدولي رقم 1747. وإلى آخر التطورات في الأنبار، حيث قتلت امرأة وجرح 3 من عائلتها بسقوط قذيفة مدفع على منزل بقرية البعلوان غربي الفلوجة. وأشار المصدر إلى أن أحياء الفلوجة وخاصة الغربية منها تعرضت في وقت سابق إلى قصف متقطع بالمدفعية والهاونات أدى إلى إصابة عدد من المدنيين. ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه مصدر مطلع أن رئيس الوزراء نوري المالكي وافق على تمديد مهلة وقف العمليات العسكرية على الفلوجة يوما إضافيا. صوت مجلس النواب على قانون الحماية الاجتماعية في جلسة الثلاثاء، لكن المجلس وبسبب انكسار النصاب لاحقا لم يستطع إمرار القانون أو قانون العمل الذي كان معدا للتصويت أيضا في جدول الأعمال. بعد طول انتظار، صوت البرلمان على قانون الحماية الاجتماعية والذي سيمنح الفئات المشمولة به مبلغ 420 ألف دينار للعائلة المكونة من 4 أفراد فما فوق. قانون الحماية الاجتماعية الجديد سيستهدف شرائح أوسع من التي كانت مشمولة بالقانون القديم. نهنئ كل أرملة، كل مطلقة، كل مهجورة، كل معوق، كل يتيم بشموله بهذا القانون. نشكر كل من ساهم بتشريع هذا القانون والإسراع به. تم إنجاز قانون الحماية الاجتماعية الذي يعتبر بمعايير دولية. في الحقيقة استفدنا من تجارب
ونظم أوروبية متطورة مثل النظام الحماية الاجتماعية السويدي ودول أوروبية أخرى. ومع أن القانون رفع من مستوى الرواتب الشهرية للشرائح المشمولة، إلا أن صرف الزيادات الجديدة سينتظر إقرار الموازنة. هنالك علاقة وثيقة بين موضوعه وموضوعة الموازنة، باعتبار قانون التقاعد وهذه القوانين التي مرتبطة بالميزانية تحتاج إقرار قانون الموازنة. فالموازنة اليوم معطلة داخل مجلس النواب، وهذا الحضور اليوم موجود داخل مجلس النواب. كان بإمكانه أن يمرر موضوعة الموازنة، لكن للأسف الشديد يبدو أن هنالك تواطؤ، ويبدو أن هنالك إصرار من رئيس مجلس النواب على عدم وضع هذا القانون على جدول الأعمال. قانون العمل كان مدرجا للتصويت في جدول أعمال الجلسة، لكن اختلال النصاب لعدد أعضاء المجلس حال دون إمراره، لتكتفي هيئة الرئاسة بقراءات أولى وثانية ل4 قوانين قبل أن ترفع الجلسة إلى يوم الخميس المقبل. علي جواد، قناة دجلة الفضائية. قال وزير العدل حسن الشمري في مؤتمر صحفي عقده في مبنى مجلس الوزراء أن 21 وزيرا من 25 صوتوا بالموافقة على قانون الأحوال الجعفرية خلال جلسة مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن المجلس أوعز أيضا إلى تشكيل لجنة من علماء الدين لمتابعة القانون من حيث التشريع والتنفيذ. اليوم في جلسة مجلس الوزراء الموقر، وبعد الجهود التي دامت لأكثر من 2.5 تقريبا من العمل المتواصل على إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري، اليوم وافق مجلس الوزراء الموقر وصوت على تمرير قانون الأحوال الشخصية الجعفرية مع التوصية وإحالته إلى مجلس النواب الموقر، مع التوصية بتشكيل لجنة من المختصين من علماء الدين الأفاضل التي ستواكب عملية تشريع هذا القانون في مجلس النواب الموقر. هذا الجهد جهد جماعي نتج عن تصويت السادة أعضاء مجلس الوزراء الموقر بواقع 21 من أصل 25 وزير. كشف رئيس كتلة الأحرار النيابية مشرق ناجي عن تبني كتلته مقترحا لحل مشكلة الموازنة، وقال ناجي خلال مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب أنه قدم مقترحا إلى رئاسة المجلس ورؤساء الكتل السياسية ينطوي على رفع النقاط الخلافية من الموازنة وطرحها للنقاش لحين حل الخلاف عليها، ومن ثم إلحاقها بنسخة من الموازنة في الجلسات اللاحقة. قدمت مقترحا باسم كتلة الأحرار إلى السيد رئيس المجلس والسادة رؤساء الكتل السياسية، طلبت فيه أن نرفع المواد النقطة أو النقطتين الخلافية للموازنة الاتحادية، وأن يدرج على جلسة مجلس النواب وعلى جدول الأعمال، ويقرأ قراءة أولى وقراءة ثانية، لأننا ندرك جيدا بأن هناك عاملين ضاغطين هما عامل الوقت وعامل الجمهور. لم يتبقى من عمر مجلس النواب الكثير ولم يتبقى من عمر الحكومة الكثير، وبالتالي يجب أن يكون هنالك سرعة في القراءة الأولى والقراءة الثانية. قدمت هذا المقترح برفع النقاط الخلافية والمضي بالقراءة الأولى والقراءة الثانية، وبعد ذلك عند حصول التفاهمات بين حكومة الإقليم والمركز أن يكون تضمين تلك النقاط التي يتفق عليها في التصويت. سنتحرك نحن في كتلة الأحرار، وضمن جدول أعمالنا سيكون هنالك حركة مكوكية على الكتل السياسية ورؤسائها، وسيكون هناك لقاء باتجاه الدفع بإقرار هذه الموازنة وسرعة عرضها على مجلس النواب. أكد رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أن الإقليم لم يخطو أي خطوة مخالفة للدستور، وأن العمل في مجال النفط هو حق دستوري له. وقال بارزاني أثناء لقائه السفير التركي الجديد فاروق قيامكشي أن سبب تردي الأوضاع الأمنية والسياسية في العراق هو سياسات الحكم الخاطئة، مشددا على أن فرض الحصار وعدم صرف رواتب موظفي الإقليم وعدم إرسال حصته من الموازنة من قبل الحكومة الاتحادية غير قانوني، وأنه يعتبر بمثابة إعلان للحرب ضد أبناء كردستان. وافقت الحكومة العراقية على عقدين رئيسيين بنحو $1,000,000,000 لحقل الزبير النفطي الذي تديره شركة آيني الإيطالية. وكانت الشركة الإيطالية قد هددت في وقت سابق اليوم بأنها مستعدة لمغادرة العراق في حال عدم توقيع عقود إنتاج معينة خلال أسبوعين أو الأسبوعين المقبلين، بعد انتظار دام ل6 أشهر، حيث تنذر الإجراءات الشديدة التعقيد في البلاد بهروب المستثمرين منه. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال زيارتها لإسرائيل أن برنامج إيران النووي يمثل أكبر تهديد للأمن العالمي،
وكان نتنياهو قد قال لمجلس وزرائه إنه يتعين على ألمانيا وقوى عالمية أخرى أن تتفاوض مع إيران قبل أن تتخذ موقفا متشددا تجاه إيران لضمان عدم تمكنها من إنتاج وإطلاق أسلحة نووية. جددت المعارضة السياسية التركية مطالباتها باستقالة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بعد تسريب تسجيل زعم أنه لمكالمة هاتفية بين أردوغان وابنه بلال يوم الكشف عن فضيحة الفساد الكبرى التي طالت 4 وزراء في حكومة أردوغان. ويظهر أردوغان مصاب بهذا بحركة ضمة وكسرة ويظهر آخر واحد الخبر يعني تجديده. جددت المعارضة السياسية التركية مطالباتها باستقالة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بعد تسريب تسجيل زعم أنه لمكالمة هاتفية بين أردوغان وابنه بلال يوم الكشف عن فضيحة الفساد الكبرى التي طالت 4 وزراء في حكومة أردوغان. ويظهر أردوغان في التسجيل الصوتي الذي ثار جدلا بشأن مصداقيته وهو يطلب من ابنه التخلص من ملايين الدولارات الموجودة في المنزل لأن المحققين قد يتوجهوا لتفتيشه. ونفت رئاسة الوزراء في بيان رسمي صحة هذا التسجيل وقالت إنه مزور. وكذلك عقد أردوغان اجتماعا طارئا مع رئيس المخابرات هاكان فيدان لتقييم الموقف. نهاية النشرة، تصبحون على ألف خير.